فالتفسخ ثم الانهيار الداخلي اللذان لحقا بالاشتراكية العلمية وبكافة مشتقاتها، أو مرورها بفترة تحول من رأسمالية الدولة المباشرة إلى الرأسمالية الخاصة بعد اجتيازها مرحلة طويلة من التطبيق العملي وتشييد النظام الاجتماعي، إنما يرجع في أساسه إلى الأسلوب العلمي ورؤيته في التشيؤ، وإلا فما من شك بتاتا في مدى صدق وحسن نوايا المناضلين على درب الاشتراكية بإيمان راسخ وجهود حثيثة. سأكتفي بالتنويه إلى أني سأستفيض في شرح هذه المواضيع في مكانها المناسب. إن كافة البنى العلمية التي تنيط التمييز بين الذات والموضوع بدور أساسي هي أسيرة استقلالياتها، لدرجة أنها تزعم تفوقها على ضروب القيم والمثل المجتمعية كافة. ربما أن الانحراف الأكبر باسم العلم مخفي في هذه المزاعم، وربما لم يشهد التاريخ التحام العلم مع النظام المهيمن في أي عصر مثل ما هو عليه في العصر الرأسمالي. فدنيا العلم بدءا من أسلوبه إلى مضمونه هي أعظم قوة إنشائية لدى النظام، وهي القوة التي تصونه وتؤمن شرعيته أيضا. إن الأسلوب العلمي للعصر الرأسمالي وبالتالي كافة العلوم الناشئة ضمن بناء على هذه الخلفية تشكل القوة الأساسية التي تؤمن وتؤدي إلى تعزيز آلية الربح في النظام من جهة، وإلى تكريس الحروب والأزمات والآلام والمجاعة والبطالة ودمار البيئة والانفجار السكاني من جهة ثانية، بحيث شملت كافة قطاعات المجتمع وحلقاته الداخلية والخارجية. وما عبارة العلم قوة الموجزة سوى تعبير عن الافتخار بهذه الحقيقة. قد يقال وما الضير من ذلك؟ إن النظام المتحصن بدرع النزاهة والشرعية يكون قد عبر عن أكثر المواقف طبيعية عندما ينادي بهذه الأحكام بكل سهولة. إذا كانت الحداثة الرأسمالية في راهننا تنذر باستحالة الاستمرار في كافة مجالاتها الأساسية، فالأسلوب العلمي الذي ترتكز إليه النصيب الأكبر في ذلك. لذا فالأمر المهم والمصيري هنا هو توجيه النقد إلى الأسلوب الذي يشكل الدعامة الركن للنظام، وإلى الضوابط العلمية المطروحة. إن نقطة الضعف الأساسية في الانتقادات الموجهة إلى كافة الأنظمة بما فيها انتقادات الاشتراكية تكمن في لجوئها إلى نفس الأسلوب الذي ترتكز إليه تلك الأنظمة في تحقيق وجودها، مع أن الحقيقة تشير إلى أن انتقاد الواقع الاجتماعي الناشئ اعتمادا على نفس الأسلوب الذي يستند إليه هذا الواقع لا ينقذ النقاد من الوقوع في نتيجة مشابهة. فمن المعروف جدا أن السائرين على نفس الدروب المرسومة سلفا لا يمكنهم سوى الوصول إلى القرى أو المدن التي تؤدي إليها تلك الدروب. هذا تماما ما حصل لمناهضي النظام القائم بما فيهم أصحاب الاشتراكية العلمية. إنني أبدي اهتماما بالغا في تقييماتي للتمييز بين الذات والموضوع بشكل أساسي إزاء تناول الخصائص الطبقية والاجتماعية، ذلك أن هذين المصطلحين الباديين وكأنهما نزيهان هما السبب الأنطولوجي الوجودي لنشوء الحداثة التي غدت مستحيلة الاستمرار، ولا علاقة لهذين المصطلحين بالمنجزات العلمية كما يعتقد، وهما ليسا منزهين عن التطبع بالميزات النسبية، بل إنهما مشحونان برؤية ثبوتية قالبية بصدد الطبيعة والذات، بقدر ما هو عليه الأسلوب الدوغمائي في العصور الوسطى بأقل تقدير. فالسعي لفهم الحياة عبر التمييز العلني بين الذات والموضوع يؤدي بالحياة إلى الاختناق المادي، ويجعلها رجعية ومهمشة أكثر مما كانت عليه حياة الإنسان في العصور الوسطى. فحياة الإنسان التي كتم الأسلوب العلمي أنفاسها وحرمها من الحرية قد تشتتت إربا في الحداثة الرأسمالية اعتمادا على التمييز بين الذات والموضوع، وتعرضت كافة مناحيها لتصدعات متأصلة. إن القيمة العظمى المفقودة مع تجزؤ التكامل إلى أدق خلاياه الأولية بسبب الضوابط العلمية هي تكامل ووحدة الحياة الاجتماعية المسجلة ضمن الأبعاد الزمنية والمكانية. ما من شيء في راهننا أخطر من الحياة المحصورة ومن مأساة الحياة المبتورة من جوهرها ومقوماتها الزمانية والمكانية. إننا وجها لوجه أمام أشد المصائر بؤسا، فالسرطنة المجتمعية ليست تصورا استعاريا من صنع الخيال، بل هي التفسير الأمثل للنظام القائم فيما يتعلق بالحياة. هذا الموضوع الذي يتطلب التأمل فيه بإمعان لا يمكن تناوله في المرافعة إلا بتقييمه ضمن نطاق محدود،
انتقاداتي هذه لا تعني أنني أقترح أسلوبا جديدا، كما أنه لا يمكن الاستنتاج من كل ذلك أنني أقترح عدمية الأسلوب. ذلك أني متيقظ للخصائص التي تعبر عنها السبل والأساليب والقوانين الملتزم بها في حياة الإنسان، بل وفي الطبيعة بأحيائها وجماداتها، كما أولي قيمة عليا للطريقة والأسلوب. لكن وبينما يكون مفهوم الأسلوب والقانون مشحونا على الدوام بمخاطر المضمون الحتمي، فإني مضطر للتشديد على أن الإصرار على ذلك يفضي إلى خطر إنكار التطور والحرية. لا أتصور وجود كون بلا أساليب أو قوانين، ولكني لا أؤمن أيضا بضرورة اتخاذ ميكانيكية ديكارت أساسا، والتي تنظر إلى الكون كنسق رياضي محض. هذا ولدي شكوك عميقة تشير إلى أن المنطق المرتكز إلى الرياضيات والقانون هو منطق مرضي، بل وألاحظ شبها كبيرا بين الكهنة السومريين الذين اخترعوا الرياضيات والقانون وبين مؤسسي الذهنية العلمية. إني على قناعة بأن كليهما يمثلان المدنية عينها،